مساء الخير عليكم ومرحبا بكم اليوم في قناتي. نتمنى تكونوا في صحة جيدة. وصفتي لنهار اليوم رايحة تكون كونفيتور تاع لي فريز معجون فراولة. رايحة نحتاج فيه 2 كيسان ماء، كاس إلا ربع من السكر العادي. عندي كمية من الفريز غسلتها ورايحة نقطعها. رايحين نحطو 2 كيسان ماء مع الفراولة المقطعة نخلوها تغلي، ومن بعد راح نضيفو عليها السكر. هنا عندي ملعقة من الفلون، من الأفضل يكون بنكهة الفراولة، ومعاه ملعقة من المايزينا. فوالا هادو هما راح نحطو الكل في كاسرول، حطوهم خلوهم حتى يغلو ومن بعد نضيفو عليه السكر. انا هاد الكميه راح تكفيني لمده اسبوع فقط، لهذا مانش راح نستعمل الليمون او الشب. فقط راح نغليها بزاف هكا باش تصبر بالنسبه للمده. هنا بعد ما غلات رايحه نضيف عليها السكر. فوالا راح نخليها تغلي حتى تعقد مليح. اون فوا تشوفوها غلات وتقال مليح الخليط، تما رايحين تضيفوا هذاك الفلون، ديروا معاه المايزينا ورايحين توضعوه شويه في ماء وتخلطوا. ما تضيفوش مباشره مع الفريز وهما ساخنين، باسكو هكا راح يتعقد لكم، راح يشكل لكم حبيبات. فوالا هنا مباشرة وانتم تحطوه في هذاك الماء اللي فيه المايزينا والفلون، تبدو تخلطوا فيه، ما تخلوش حتى يتشكلوا الحبيبات. خلطوا مليح وديروه فوق النار وخلوه يغلي مليح حتى تتاكدوا بلي هذيك المايزينا طابت. هذه بالنسبه للخطوه الاولى. الخطوه الثانيه بالنسبه للناس اللي بغوا هكا الفريز يقعد حب، ما لازمش تخلوه يغلي بزاف ولا توضعوا عليه المايزينا. انا هاد الخطه تاع المايزينا درتها باش يجيني الخليط عاقد بدون ما نكثر السكر، يعني الذوق ديال السكر يجي عادي، يعني في الحلاوه يجي عاديه، وفي لا تيكستور يجي ثقيل، وكذلك يعطيكم كميه يعني لا باس بها. في الاخير ما بقى لي الا نقول لكم نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه وتعجبكم، والى اللقاء ان شاء الله. شاهدكم في الجنه.